السلام عليكم. اليوم رح أحكي عن منتج كتير من الشركات حكوا عنه إنه هذا المنتج قاطع للشهية، هذا المنتج بينزل الوزن، هذا المنتج يعني في مندوبات كتير صاروا يفتحوا لايف بهذا المنتج إنه هذا المنتج المثالي، هذا المنتج قاطع للشهية، وفي ناس استفادت عليه. بس رح أحكي اليوم أنا عن تجربتي عن هذا المنتج. شايفينه؟ هذا المنتج أسوأ منتج ممكن تجيبوه على الإطلاق. أولاً سعره 900 ليرة تركي أنا جبته. ثانياً هذا المنتج فاتح للشهية، أنا سمنت عليه، بدل ما ينقص وزني لا بالعكس صار يزيد وزني، صارت تفتح شهيتي، صرت بدل ما آكل مرة آكل 10 مرات من كتر ما أحس بالجوع، وحس معدتي توجعني إذا ما آكل. قالوا إنه بيمشي المعدة أو بيخلي إنه المعدة يعني تصير أسرع إنه تمشي. لا ما بيمشي المعدة، بالعكس بيساوي كتم، بطنك بيصير بيكبر بطريقة ما بعرف كيف. هذا المنتج يا جماعة أسوأ منتج ممكن انتو تجربوه على الإطلاق. منتج ما بينشرب ليرة. والمندوبات اللي عم تطلعوا بتحكوا عن هذا المنتج الله لا يسامحكم، بسببكم أنا اشتريته. مصاري ينكبوا بالأرض. 900 ليرة هلا بتطلع وحدة بتقلك 900 ليرة مو مبلغ. لا حبيبتي مبلغ نحن مصارينا ما عم نجيبه من على الشجر. يعني أنا ماني عم بحكي على المندوبات اللي بيكونوا مجربين المنتج وبيبيعوه بتقوى وبخوف الله، أنا عم بحكي على المندوبات اللي همهم بس إنهم يحطوا بجيبهم، همهم بس يستنفعوا أو يصير لهم مكانة بالشركة. خافوا من الله لما تروضوا لمنتج أو تروجوا لمنتج، خلي يكون الترويج لكم إنه يكون لمنتج الناس استفادت عليه عن جد. ولما يجي حدا يعبر عن رأيه ما تكتموه. في وحدة بتفتح لايف عن هذا المنتج بالذات، رحت كتبت لها أسوأ منتج أنا ما استفدت عليه، كتمتني وردت على وحدة تانية وصارت تقلها هذا المنتج بجنن، هذا المنتج قاطع للشهية، وبلشت تعمل له إعلان بطريقة خلت المرأة اللي صارت تعلق بعدي اشترته. يعني كلمة أخيرة عم بحب لكم، خافوا من الله لما تبيعوا منتج وما يكون أصلي أو ما يكون هذا المنتج أصلا عم يجيب نتيجة. أولا بيساوي وجع بالراس مو طبيعي أول فترة بتاخدوه، وجع بالمعدة، كتم، فاتح شهية بطريقة مو طبيعية. يعني انت اذا بتاكلي طاق حتصيري تاكلي 3 طوق. هذا المنتج أسوأ منتج ممكن يمر عليكم للتنحيف. وانا هاي الشركة لازم تتحاسب على هذا المنتج لانه جدا 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 سيء بطريقة ما بتنوصف. والناس اللي راح يقولوا لي انت ما جربتي المنتج او ما اخذتيه، راح فرجيكم قديش انا شربانة منه. هذا المنتج مستخدمته مشان الناس ما تقول انه انت ما شربتي وما جربتيه للاخر وما شفتي. سوف عينكم ضلان في حبتين او 3 ضليت استخدمه، وعن جد عانيت من نفخة بالبطن، عانيت من غازات كتيرة، عانيت من فاتح شهية جدا 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 قوي. فتح الشهية فيه قوية، بنات اللي بدها يزيد وزنها تاخد منه. يعني تسرع بضربات القلب، وجع بالراس مو طبيعي. ما في فرق ابدا، بالعكس بحسين حالك عم تنتفخي نفخ بصير فيكي. عرفتوا؟ وبحب اقول للشركة نفسها هي اذا في حدا موجود من الشركة او مسؤول، راجعوا منتجكم وخافوا الله بالمنتج اللي عم تبيعوه للناس. من 100 منتج واهم من 100 ربح واهم من 100 خسارة. خوف من الله أول الشيء. تاني شيء اللي بده ياخده ما يستفيد عليه أكيد ما حيشتري تاني مرة. وانتو المندوبات بالذات، ماني عم احكي عن الناس اللي مجربة منتجاتها وبتعرف شو عم تبيع شو عم تشتري، بس عم بحكي عن المندوبات اللي ما بتخاف من الله، هم بس البيع وهم بس يصير لها مكانة بالشركة. خافوا من الله وراجعوا حالكم، لأنه الناس مصاريها مو ببلاش أو ما أنا جايبة هاي المصاري من على الشجر، نحن عم نتعب بكل ليرة عم نجيبها. انتبهوا والله هاي الشركة الماليزية بتمنى منكم إنكم تشوفوا هذا الفيديو وتراجعوا المنتج. كومنتات مفتوحة لكم، اعطوا رأيكم بالكومنتات. كل صبية او كل شاب او كل بنت جربوا هذا المنتج ووعوا بنفس انا اللي وعدت فيه وصار معهم نفس الاعراض اللي صارت معي، بتمنى منكم تعلقوا بالتعليقات هون لحتى كلياتنا نفرجي الشركة انه هذا اسوأ منتج.